18 معلومة خفية عن الشخص النرجسي أو الشخصية النرجسية. من أخطر الشخصيات اللي ممكن لو أقمت معاهم علاقة تدمرك بالكامل، سواء الشخصية النرجسية دي تمثلت في مرأة أو في رجل. وأنا عامله لكم فيديو بالتفصيل عن صفات الشخصية النرجسية، نزل قبل الفيديو ده مباشرة، ارجعوا له. النهارده بقى هنتكلم عن امور خفيه للشخصيه النرجسيه بتساعدك انك تميز تلك الشخصيه وتجنب نفسك انك انت تدخل اصلا في علاقه معاهم. بصوا، في كل عيله ممكن تلاقي واحد، طبعا يعني دايما في الدراسه مثلا بتلاقوا واحد بيتفاخر جدا بالانجازات العظيمه اللي عملها، واحد في العيله بيتعامل على انه اوسم واحد في العيله وافضل واحد في العيله، هو افضل منك بكل شكل من الاشكال، هو شايف نفسه كده. اوكي، حب الذات مقبول في درجات معينه وتقدير الذات مقبول في درجات معينه، لكن الموضوع عند الشخصيه النرجسيه مختلف تماما. علشان كده لازم تنتبه، في فرق بين انك انت بتتعامل مع شخصيه سويه واثقه في نفسها، وانك تتعامل مع شخص نرجسي ممكن يجرك لعلاقه تدمرك بالكامل، لان انت بالنسبه له بتبقى الضحيه اللي هو تم اختيارها. تمام؟ ولازم ترجعوا للفيديو اللي قبل ده، هيساعدكم جدا جدا ان انتوا تعرفوا صفات عن الشخصيه النرجسيه. نتنقل بقى دلوقتي لل 18 العلامه الخفيه اللي بتخص الشخصيه النرجسيه. بس اتمنى قبل ما نبدا في الفيديو، لو لسه ما شرفتنيش بالاشتراك دعمني بالاشتراك، اكون سعيده جدا. ولو الفيديو فعلا افادك دعمني باللايك. وركزوا بقى معايا وانا هحاول اقولهم بسرعه. 18 علامه هم شارحين نفسيهم ان شاء الله يعني، وركزوا معايا واحده واحده. العلامه الاولى انك بتلاقي نفسك بتقع في حبهم من الدرجه الاولى من اول لحظه، لان هم بيكونوا حريصين جدا ان هم يظهروا نفسهم بمظهر رائع جدا مميز جدا يلفت نظر كل اللي حواليهم. علشان كده وهم بيبقوا يعني مركزين ان هم يسيبوا هذا الانطباع في اول مقابله، وتلاقيهم دايما بينجحوا في مقابلات العمل ده مبدئيا. لكن اول ما بتتعامل معاهم بتبتدي صورتهم اللي انت كنت شايفها دي مبهور بيها بسبب اهتمامهم الشديد بمظهرهم، بيهتموا بادق التفاصيل، يعني ضوافرهم ازاي، الشعر ازاي، بطريقه اللي هي بتخلي اللي حواليك ينجذبوا. يعني الشكل من الحاجات، اول حاجه انت بتنجذب لاي حاجه شكلها، حتى لو رايح تجيب كتاب بتنجذب للكفر بتاعه، صح؟ لكن مع التعامل بتتحول الصوره اللي انت كونتها عنهم دي لصوره سلبيه، وبتبتدي تكتشف حقيقتهم ان كان مجرد المظهر ده شيء مخادع جدا لجوهر سيء. العلامه الثانيه، الشخصيه النرجسيه ليها نوعين من التعبيرات، يا اما بتلاقيه هادي جدا وخجول، يا اما بتلاقيه صوته عالي جدا، يعني عايز يمسك ميكروفون ويعلن عن انجازاته بشكل غريب، بيميل للاستعراض، التفاخر. ونوع تاني بيكون خجول قاعد على جنب كده، هو قاعد بيحلم باللحظه اللي يجي فيها ويعرف يغيظ اللي حواليه بان هو يحسسهم ان هو افضل منهم. ففي نوعين من التعبيرات، يعني انت لو لقيت واحد خجول مش معنى كده ان هو مش نرجسي، لا، هما بيمتلكوا نوعين. في ناس كده بتميل للاستعراض والصوت العالي والتفاخر، وفي ناس قاعده على جنبه. طبعا في عوامل كتير بتتدخل في اسلوب هذا التعبير اللي هو بيتم تصنيفه لتلك الشخصيه النرجسيه. تمام؟ العلامه اللي بعدها، عاده بيتولى النرجسيون المناصب القياديه. هم عايزين كده مش عشان هم افضل قاده، لا، هو عايز، دي رغبته ان هو يكون قائد، لان هو لما هيبقى قائد هيبقى سهل ليه، لان هو اساسي بالنسبه له انه يسيطر ويتحكم في الاخرين ويتحكم في مصائرهم. وخدوا بالكم العقل عامل زي المغناطيس، ادام الانسان عايز حاجه بيجذبها، بتنجذب ليه من الكون. دي حاجه كده معروفه في اي حاجه في الدنيا، خصوصا بقى لو هم عايزين وبيعملوا على ده وبياخدوا الاسباب لده، غالبا بينتهي بيهم المطاف ان هم فعلا بيكونوا في مناصب قياديه. لما تيجي تتكلم مع شخص نرجسي ان شاء الله يا رب بتقول له ان انت عيان بمرض خطير جدا ومميت، عنده القدره ان هو يحاول الحديث عن نفسه
وتلاقي نفسك انت بقى بتستفسر عن العربيه اللي عنده دي نوعها ايه وكده. انتوا فاهمين؟ يعني هو دائم الحديث عن نفسه. تمام؟ بيتبع النرجسيون دائما تكتيك ان هو يذكر اسمه في اي حاجه وهو بيقولها، زي اللي يقول لك ايه، انا كفلان كذا كذا كذا، يقوم صح؟ مش تلاحظ انا كاقبال كذا كذا. دايما ليه بقى بيعملوا كده؟ بيروجوا لانفسهم، يعني هو بيروج لنفسه، هو لازم يضيف الاعمال لنفسه، فتلاقيه دايما بيكرر اسمه لما يجي يتكلم في اي موضوع معاك، خصوصا لو هو طبعا بيتكلم عن نفسه وعن بطولاته وعن عظمته وعن ان هو واو واو. صح؟ تشوفوا ناس كده ولا لا؟ كتير على فكره. النرجسيين كتروا قوي لما يجوا يتكلموك في اي موضوع، وهم عاده بقى ايه، بيحكوا قصص عن نفسهم ويستعرضوا البطولات اللي هم عملوها من وجهه نظرهم يعني، ويكرروا لك القصه دي. يعني ممكن كل ما تقعد معاه تلاقيه بيكررها لك. دايما هو طبعا بيعمل كده علشان يوريك البطوله اللي هو فيها، حتى لو مضمون القصه سيء دايما تلاقيه بيبرئ نفسه من اي خطأ داخل الموضوع، لان هو مش هيعترف بخطأه. هو كنرجسي هو ما بيغلطش ابدا. فتلاحظوا ده وهو بيتكلم في اي موضوع، يسرد لك القصه انه بطل وشيء عظيم جدا، ولو وانت بتسمع انت شايف ان هو عمل مصيبه في الموضوع، لا، هو بيبرر نفسه من اي خطأ، ما بيعترفش بده اساسا. طبعا بيحبوا يملكوا كل حاجه ليها قيمه عاليه، عربيه فارهه مثلا، بيت كبير، لكن طبعا هو عمره ما هيحكي لك عن اي تفاصيل تخص الصفقه اللي ساعدته ان هو يقدر ياخد هذه الصفقه او يحصل عليها. يعني خدوها قاعده، لانه لئيم طبعا. يعني واحد بكل الصفات دي عمره ما هيجي يقول لك هو عمل ايه او السر في نجاحه وازاي جاب فلوس، لكن هو دايما بيميل للامور الجيده جدا بامتلاك، وده طبعا بيرتبط مباشره بان هو يكون بيمتلك امور ماديه على ارض الواقع عاليه جدا، متميزه عن اي حد من اللي موجود حواليه. وزي ما قلت لكم هم بيهتموا جدا بمظهرهم الخارجي جدا، ومش شرط يكون هو جذاب اكتر من الاخرين، لكن هو بيبقى حريص جدا ان هو يبقى جذاب خصوصا على المستوى الجسدي. تمام؟ لان هو من جوه شخصيه زي ما احنا شرحنا في الفيديو ده والفيديو اللي قبلها، اللي هيعرفها على حقيقته مش هينجذب ليه اصلا، لكن هو بيعتمد على المظهر، الامور. بص، لان الجسد ده شيء ملموس، اللبس ده شيء ملموس، بيعتمد عليه علشان يظهر نفسه بشكل جذاب جدا، فتلاقيه متعلق قوي قوي وبياخد باله من كل اضافه هو بيحطها على هذا الجسد. تلاقيهم على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك مثلا، عنده اصدقاء كتير جدا. هو بيبص لمواقع التواصل الاجتماعي على انها وسيله للحفاظ على وضعه الاجتماعي، وحتى لما بيجي ينشر صور ما بينشرش الا الصور الواو جدا اللي بتبين وضعه، بتبين عظمته، بتبين القيمه العاليه اللي هو اخدها في المجتمع، لكن مستحيل يحط اي صوره لا تليق بهذه المكانة اللي هو حاططها في باله. عشان كده تلاقي عنده صداقات كتير جدا على الفيسبوك. تمام؟ حساسين جدا تجاه النقد، يعني طبيعي اي حد ممكن يتضايق لما حد يوجه له نقد، لكن بالنسبة للشخصية النرجسية سواء ست او راجل الامر حساس جدا ومبالغ فيه، وبتلاقيه اخد رد فعل عنيف، لان هو ما بيغلطش، هو مفيش زيه، ودي الكارثة اللي هو معتقدها عن نفسه. عنده قدرة انه يختلق الاعذار لا تتخيل، يعني مستحيل يعترف بخطأه، ممكن تلاقيه بيرمي اللوم على كل اللي حواليه الا نفسه، وعنده براعة غريبة في انه يخلق لك اعذار لاي تصرف هو تصرفه، وان اي غلط حصل ده حصل من اللي حواليه مش منه. بنلاقي ان النرجسي عنده تاريخ مليء بالعلاقات الفاشله والخبرات العمليه الفاشله والسيئه، ودايما بتلاقيه بينتقل من علاقه لعلاقه، يعني خلص على ضحيه يدور على ضحيه تانية اللي هي الشريك. انا بتكلم عن الشخصيه النرجسيه يا جماعه، يعني ست او راجل. تمام؟ وتلاقيه بيتنقل من مهنه للتانيه ما عندوش اي مشكله، لان هو بيخلف دمار بشع، بيقضي على الضحيه، بيقضي على حياتها. عشان كده انا بعمل لكم الفيديو ده
وهعمل لكم لسه فيديوهات تخص القصه دي لو انتم موافقين، يعني اكتبوا لي في الكومنتات، علشان انا مش عايزاكم تتعرضوا ولا تبقوا اسم من الاسماء اللي موجوده في قائمه الشخصيه النرجسيه كضحيه تم تدميرها. الشخصيه النرجسيه تميل للخيانه، هي الخيانه سهل جدا بالنسبه لها لسببين. اولا هي ما بتحطش، الشخصيه النرجسيه ما بتحطش في اعتبارها اي اهتمام او اعتبار لمشاعر الطرف الاخر من العلاقه اصلا. تاني حاجه، السبب التاني ان هي بتعزز ثقتها في نفسها باستمرار حتى لو هي ما عندهاش شريك في حياتها، يعني فتلاقيه خاين. يعني بتلاقوا الخيانه اكثر شيوعا بين النرجسيين. اي موقف بيتحط فيه الشخصيه النرجسيه بيحولها لامر شخصي. امر شخصي، يعني مثلا ما وصلش لاهدافه، راح في مكان ما حدش اتعرف عليه مثلا، بتلاقي عنده اسلوب دفاعي وغضب، وعنده شعور غريب بالغضب. بص يعني باختصار، لو انت عملت اي موقف لا يتوافق مع الشخصيه النرجسيه، فانت يا اما ضده يا اما انت مش فاهمه. وشوف بقى ممكن يجرى ايه، يحطك بقى في قائمه العقاب بعد كده. الاشخاص النرجسيين هو مش عارف انه نرجسي اصلا، او انه محتاج انه يتعالج، وان النرجسيه دي مرض خلل في شخصيته. فهو عارف، هو بيتعامل مع نفسه على انه انسان عظيم، شيء خرافي، حاجه ما اتخلقش زيه. ممكن ده بيخليه بسبب ان هو حقق بعض الاهداف او النجاحات. امتى بقى يلجأوا للعلاج؟ لما يسببوا مشكله كبيره جدا، تلاقيه بيقول لك مع اني انا انسان عظيم جدا، ده انا انسان رائع ومفيش زيي، انا مش عارف ليه كل الناس بعدت عني. مع اني افضل حل لما تكون بتتعامل مع شخصيه نرجسيه انك تقاطعها، ما تتعاملش معاها خالص، لكن احيانا الظروف بتضطرك. افرض هو فرد من افراد الاسره بتاعتك، ابوك مثلا، تمام، رئيسك في العمل، انت مضطر تتعامل معاه، فلازم عشان تتفادى الصراع والتصادم لازم تلجأ انك تجامله وتقول له كلام حلو والاطراء، علشان تتفادى اي صراع معاه. للاسف يعني اخر علامتين ان النرجسي او الشخصيه النرجسيه ما بتقللش من ذاتها ابدا. المعلومه الاخيره ان النرجسيه للاسف منتشره بين الشباب اكتر من النساء، خصوصا في العصر اللي احنا فيه ده. انا خلصت الفيديو بتاعي. بصوا، هدف الفيديو ان انا احميك من انك تقع ضحيه لهذا النوع من الشخصيات. ولو عايز تعرف اكتر عن صفات الشخصيه النرجسيه وقد ايه هي من اخطر العلاقات اللي ممكن تدمر حياتك، ارجعوا للفيديو اللي نزل قبل ده على طول، صفات الشخصيه النرجسيه، تمام، سواء ستات او رجاله. واتمنى لو الفيديو افادك دعمني باللايك، انا بحبكم قوي. لو في اي اسئله تخص اي حاجه في الدنيا في اي موضوع سواء ده او غيره اكتبوه في الكومنتات، وان شاء الله نطرحه في القناه. انا بحبكم قوي، ما تنسوش اللايك، اشتركوا في القناه.